دافع مهاجم المنتخب الإسباني بيدرو عن تصريحه السابق بأنه غير سعيد بعدد الدقائق التي شارك خلالها في بطولة أوروبا لكرة القدم، ويستعد حامل اللقب لمواجهة كرواتيا في ختام المجموعة الرابعة، حيث عليه الفوز أو التعادل لضمان الصدارة بعد ضمان التأهل في الجولة الماضية. لست بآسف، تحدثت مع ديل بوسكي وتعلمون أنني في المنتخب منذ 6 سنوات، ولم يكن الهدف من تصريحي شن هجوم على المدرب. تحدثت مع زملائي وهم يتفهمون تصريحي بشكل تام، وأنا ممتن للمدرب الذي يرجع له الفضل في الإنجازات المتعددة التي حققتها. لا أدري بالتحديد ماذا حدث، كنت نائما وعندما صحوت أخبروني بالقصة، وهذا وضع طبيعي ويحدث كثيرا بين اللاعبين. بيدرو فاز بكأس العالم والعديد من الألقاب، وهو يريد اللاعب أن يكون عنصرا مهما في المنتخب. أعتقد أنكم في أجهزة الإعلام يتملككم السأم لدرجة انشغالكم الكبير بهذه المسألة.